السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم في قناة ماريا جواد لتعليم النقش الحناء والخضاب. تعليمنا بطرق سهلة وخطوات مرتبة بقواعد وشروحات مبسطة للمبتدئات والمحترفات. ليصلكم كل جديد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بتلات الورد الجوري بتكون عدة بتلات مختلفة. هذه اللي بتكون قاعدة الكأس اللي تبع القاعدة حق الحلزون. هذه مكونات القاعدة. نبدأ برسم البتلات. هذه بتلة الورد الجوري. في هذا الورد بستخدم هذه البتلة مرتين في الوردة، وهذه البتلة الثانية اللي بتكون بشكل الورقة تقريبا. بيكون معانا 3 أنواع أو 4 أنواع من البتلات اللي بنرسمها على الورد الجوري. وهذا البتلة بتكون بهذا الشكل على حسب الاحتياج، بس احنا نحاول نحفظ أشكال البتلات بهذه الطريقة، وبعدين نقوم نرتبها على شكل وردة. طبعا تظليل الورد هنا بيكون طمس بالكامل، ما فيش تظليل نقط أو عادية أو مسحوبة. بعد ما انتهينا من رسم الأجزاء الوردة اللي هي البتلات والقاعدة، الآن نبدأ نرسم الوردة. نركب في البداية، نبدأ برسم القاعدة اللي متعرف عليها بتكون حلزون. بعدين نبدأ قاعدة الكأس أسفل القاعدة، طبعا قاعدة اللي هي الحلزون. وفي البداية نرسم لكن بدون أي تضليل، يعني نرسم نرتب البتلات ونحفظ ترتيبهن بهذا الشكل. اتبعيني على خطوة عشان تحفظي طريقة رسم هذا النوع من الورد، ونركز على وضع المسافات بين كل بتلة وبتلة وبين القاعدة والبتلات. يعني نبرز المسافة بحيث إن ما تكونش كبيرة أو تكون صغيرة، تكون مناسبة على حجم الوردة نفسها. طبعا هذه البتلة نسيت مرسمها، الآن رسمتها. بنحطها في هذه المنطقة. مرحلة شوفين إيش ركزت أنا على رسم البتلات والمسافة بين البتلات والقواعد والبتلات نفسها. في هذه المرحلة الثانية اللي بتكون التظليل، أبدأ أظلل الوردة. جميع البتلات اللي أنا رسمتها بظللها تظليل طمس بالكامل. طبعا يا بنات، بعد الانتهاء من رسم الوردة في أشياء بعدلها، مثل إنه في مسافة كبيرة بين القاعدة والوردة في طرف البتلة، يعني بعدلها. إذا أنا أشوف بعد ما كملنا أنقش الوردة أو أي جزء في النقشة، أركز إنه تمام أو فيها أشياء أعدلها. وبهذا الشكل نكون قد كملنا رسم الورد الجوري. احفظي نوع البتلات وطريقة ترتيبهن وابدي ارسمي.